ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الدورة غير المنتظمة، وايه هي اسباب عدم انتظامها سواء في البنات او في السيدات. وهل ليها تأثير على الحمل؟ وليه في بعض الشهور الدورة بتيجي بألم شديد؟ كل ده هنتكلم فيه النهارده. بس قبل اي حاجة، انا دكتورة ياسمين سعيد، اخصائي النساء والتوليد وعلاج تأخر الحمل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او مشاركة للقناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. ويلا بينا. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الدورة المنتظمة والدورة الغير منتظمة، امتى نقول ان هي دورتك منتظمة او غير منتظمة، وازاي تعرفي ان انت عندك تبويض منتظم. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تحت. واتفقنا ان الدورة الغير منتظمة اللي بيكون الفرق بين اول يوم في الدورة واول يوم في الدوره اللي بعدها اقل من 21 يوم او اكتر من 38 يوم. يعني مثلا الدوره بتجيلك كل 15 يوم او بتغيب عليكي بقى اكتر من شهر ونص او اكتر. هل الدورة الغير المنتظمة دي ليها أسباب؟ أكيد طبعا الأسباب بتاعتها مختلفة، سواء أسباب عضوية أو أسباب غير عضوية. مش عايزين نقول كلام مكلكع، فإيه هو الأسباب العضوية وإيه هي الأسباب الغير عضوية؟ الأسباب العضوية دي يعني في مرض معين في عضو معين في الجسم هو اللي مسبب اللخبطة دي. إنما الأسباب الغير عضوية الجسم كله مش متظبط، في حالة من عدم التوازن كده بين أعضاء الجسم، هي اللي عامله لنا اللخبطه في الهرمونات واللخبطه في وظائف الجسم. ايه زي ايه الاسباب الغير عضويه دي؟ زي مثلا البنات اول ما بتبلغ بتكون دورتها مش منتظمه. دي حاله مشهوره جدا، والام بتجيلي مثلا تقول لي بنتي جالها الدوره من سنه بس بتجيلها غير منتظمه تماما، في حاجه اقدر اعملها؟ الحقيقه الموضوع ما فيهوش اي حاجه، طبيعي جدا في اول سنتين من الدوره. مش محتاجين البنت يجيلها الدوره خلال السنه الاولى او الثانيه اكتر من 5 مرات. يعني مثلا يجي لها مره بعد شهر، مره بعد 3 اشهر، مره بعد 4 اشهر. اهم حاجه ان احنا نعد 5 مرات خلال السنه. تاني سبب في الاسباب عدم انتظام الدوره هو الضغط العصبي. اي ست او بنت بتتعرض لضغط عصبي ممكن جدا يلخبط معاها الدوره، يخلي الدوره تقدم او تتاخر او ما تجيش في الميعاد اللي انت مستنياه وما تجيش في الشهر خالص ده. ودي طبعا بنشوفها على طول، مثلا ايام الامتحانات، ايام العروسه قبل ما تتجوز. تكون دورتها منتظمه تماما طول ما هي بنت، اول ما تيجي تتجوز تلاقي الدوره لخبطت، بتتخض طبعا وبتيجي تكشف يعني جايه تلخبط دلوقتي. فدي حاجه طبيعيه جدا نتيجه الضغط العصبي اللي قبل الفرح وكده. او اي سيده بتتعرض لاي ضغط عصبي، ده عامل مهم جدا ممكن يلخبط معانا الدوره. حاجة تانية من العوامل اللي ممكن تسبب لنا عدم انتظام في الدورة هي ان البنت تكون وزنها قليل جدا. يعني بالنسبة لطولها الوزن قليل قوي او رفيعة جدا. دي حاجة ممكن تخلي لبعض البنات الدورة اصلا ما تجيش. يعني مش بس ان عدم انتظام في الدورة، طبعا لو هي كان وزنها كويس وخست فجأة جدا ده ممكن يسبب لخبطة في الدورة وان هي تقطع مثلا من عليها. لو هي ما جاتلهاش قبل كده وهي رفيعة على طول متعودة كده، ده ممكن يخلي ان الدورة ما تجيلهاش اصلا. هو الطبيعي ان الدورة بتيجي امتى؟ عشان برضو دي معلومة مهمة. لو البنت عندها علامات البلوغ ممكن نستنى لحد 16 سنة، انما لو ما ظهرش عندها اي اعراض بلوغ ما نستناش اكتر من 13 سنة. يعني 13 سنة ده اخرنا لو ما عندهاش اي علامات بلوغ. شعر في الجسم او ظهور ثدي او الطول اللي هي النمو المفاجئ ده، دي كلها علامات بلوغ. لو البنت وصلت لها فاحنا عادي ممكن نستنى لحد 16 سنة. انما لو ما ظهرلهاش اي حاجة من الحاجات دي ما ينفعش نستنى اكتر من 13 سنة. دي نقطة جانبية كده عشان خاطر البنات اللي بتتفرج علينا. تاني حاجة يعني او نقطة تانية مثلا في الاسباب الغير عضوية اللي بتعمل سبب عدم انتظام في الدورة، هي ان الست يكون او البنت بتلعب رياضة بانتظام. طبعا يعني ده الحمد لله مش عندنا في مصر خالص، الستات ما بتلعبش رياضة خالص، ما فيش اي وقت. انما البنات ممكن، في بنات تكون بتلعب رياضة بانتظام، بتجري، بتلعب سباحة، في يعني نشاط مستمر، بالذات بقى اللي بيدخلوا بطولات وبيتمرنوا مثلا يوميا. ده طبعا عامل مؤثر وحاجة ممكن تلخبط عندهم الدورة تماما. حاجة تانية، حاجة اسمها بوليميا نيرفوزا، ان الست او البنت تكون مش بتاكل كويس. يعني شهيتها مش كويسه، او بعد ما بتاكل بترجع. دي حاله نفسيه منتشره جدا بره، عشان خاطر طبعا ما بيحبوش يتخنوا ابدا. ان احنا عندنا الحمد لله تصالح مع النفس، اي واحده بتتخن يعني. الحاله دي مش منتشره عندنا قوي، انما بره دي برضو بتسبب نقص في الوزن شديد وبتسبب لخبطه في الدوره. طيب هل الاسباب العضويه دي حاجه خطيره؟ يعني محتاجين نروح نتابع مع دكتور وناخد علاج وكده؟ لا ابدا. هي لو احنا عارفين ان هو السبب حاجه من الاسباب اللي احنا قلناها دي، بمجرد ما يزول السبب الدوره ترجع تنتظم تاني. يعني لو بنوته رفيعه خالص ووزنها زايد شويه الدوره بتاعتها تنتظم. لو بنت بتلعب رياضه جديده وال
قللت عدد مرات لعب الرياضة دي برضو الدورة بتاعتها هتنتظم. لو سيدة مثلا بتمر بظروف او ضغط عصبي او بنوتة عندها امتحانات او الحاجات دي، اول ما يعدي الظرف ده الدورة بتاعتها تنتظم تاني، فمش لازم من اول مرة مثلا الدورة تلخبط علينا ان احنا نروح نكشف. طيب امال ايه بقى اللي هيحتاج منا علاج ومتابعة مع الدكتور؟ هي الاسباب العضوية طبعا. في عضو معين عامل لخبطة ومأثر على التبويض عندنا. اول حاجه واشهر حاجه طبعا هي تكيسات المبايض. طبعا تكيسات المبايض بتاثر على الدوره، يا اما تخليها، وده في معظم الحالات، في 80% من الحالات الدوره بتغيب بالاشهر عن الست، يعني تجيلك مثلا كل 3 4 اشهر. في نسبة قليلة جدا الدورة بتيجي مرتين في الشهر، وفي نسبة أقل الدورة بتبقى منتظمة، ودي يعني المفاجأة إن هو بتبقى تكيسات مع برضو انتظام دورة عادي. فدي اول حاجة، اشهر سبب واهم سبب. تاني حاجة طبعا لخبطة في الهرمونات، زي مثلا هرمون اللبن. لو هرمون اللبن عالي، وده مش بيحصل بس في السيدات، يعني مش لازم تبقي متجوزة عشان يبقى عندك لخبطة في هرمون اللبن، في ادوية كتير وحاجات كتير ممكن تسبب ان هرمون اللبن يعلى وانت بنت عادي. وده سبب بيأثر على طبعا انتظام الدورة. تالت حاجة الغدة الدرقية. لو فيها اي لخبطه، سواء زياده نشاط في الغده الدرقيه او نقص نشاط. وفي عائلات بتبقى الموضوع فيها يعني وراثه، معظم ستات العيله مثلا عندهم ضعف في الغده الدرقيه وبياخدوا التروكسين مثلا. فلو انت عندك حد في العيله اوريدي ماشي على التروكسين وانت عارفاه، مامتك او خالتك او اي حد، اختك مثلا، يفضل ان انت تعملي التحليل لو عندك الدوره ملخبطه. وكمان لو عندك اعراض الغده الدرقيه زي مثلا مأثر في مشاكل في النوم، او مشاكل في دخول الحمام، اسهال او امساك، او عندك ضربات قلبك سريعه، الحاجات دي كلها مؤشر ان احنا لازم نعمل تحليل غده درقيه. يبقى دي اهم الاسباب العضويه. طبعا في حاجات تانية بس مش مشهوره، فبلاش نشتت نفسنا. دي اشهر الحاجات اللي ممكن تعمل لك لخبطه في الدوره بسبب اسباب عضويه. طبعا الاسباب العضويه دي بتاثر مش بس على الدوره، ده مجرد مرايه للتبويض. فبالتالي لو انت عندك مشكله مثلا في هرمون اللبن او في هرمون الغده الدرقيه او عندك تكيسات، كل ده طبعا بيأثر على التبويض. طيب في بقى السؤال اللي هو الاشهر، لو بنوته مثلا عندها الدوره ملخبطه هي اقل من 18 سنه، مامتها طبعا بتبقى قلقانه جدا، هل كده هي عندها تكيسات او لا؟ الحقيقه ان احنا بنشخص تكيسات قبل 18 سنه، يعني ما ينفعش بنوته اقل من 18 سنه نبتدي معاها بقى علاج ونظبط هرمونات ونعمل نفس الحاجات اللي احنا بنعملها في واحده مثلا خلاص هتتجوز، او واحده اتجوزت وعايزه تحمل. ما بنديهمش ابدا العلاج ده. يا دوب مثلا ممكن لو هي عندها فعلا الدوره بتتاخر عليها مده كبيره، ندي بس كل 3 اشهر حاجه تنزل الدوره. انما مش كل البنات اللي اقل من 18 سنه وعندهم لخبطه، ان اسرع حاجه واسهل حاجه ان احنا نشخصهم تكيسات. مش عايزه اي واحده اول ما الدوره تغيب مثلا معاها شهر او تنزل لها مره بدري او مره مش في ميعادها ان هي تقلق جدا وتروح تكشف، الا لو اتاخرت يعني وهي خايفه من حمل، مش تعمل اختبار حمل مفيش مشكله. بس قصدي التاخير او اللخبطه في مره واحده دي حاجه مش مقلقه. انما لو الموضوع اتكرر دايما، لاحظت ان ده بقى الطبيعي بتاعها، ان الدوره بتتاخر عليها على طول، او الدوره بقت تقدم زي ما قلنا اقل من 21 يوم، يعني بتيجي مثلا كل اسبوعين او كده، لا دي حاجه مش طبيعيه خالص، لازم نكشف. يعني دي ما فيهاش هزار يا جماعه، بالذات النزيف وان الدوره تقرب قوي والكلام ده لازم نكشف. بس اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده هي ليه اسباب الدوره بتيجي مؤلمه، بالذات في البنات الصغيره. الموضوع ده منتشر قوي عند البنات، وفي ستات بتتجوز وتفضل الالم مكمل معاها عادي. ايه اسباب الالم ده؟ الحقيقة ان الألم اللي بيجي مع الدورة ده ممكن يكون حاجة طبيعية جدا، ما فيش اي قلق منها، وممكن يكون بسبب مشاكل شديدة زي اورام ليفية او التهاب شديد في الحوض او بطانة مهاجرة. لا 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 يا دكتور، كده انت قلقتينا. ازاي نفرق بين الطبيعي وازاي نفرق اذا كان بسبب مشكلة؟ التفريق بينهم بسيط جدا. الألم الطبيعي ده بيبتدي قبل الدورة بالكتير ب 12 ساعة ويفضل اول يوم في الدورة، وبعد كده يروح. لو الألم بيجيلك في الصورة دي اقصى حاجه 12 ساعه قبل الدوره، وبيقعد اقصى حاجه بعد ما الدوره تنزل لك 24 ساعه، يبقى احنا كده في السليم. يعني ممكن نفوته مثلا حد يومين او 36 ساعه بعد ما الدوره تنزل. انما المرضي اللي هو الالم مع الدوره بسبب الامراض اللي احنا قلناها دي بيبتدي قبل الدوره
باكتر من يومين، يعني قبل ما الدوره تجيلك اصلا بيومين كده نبتدي نحس بالالم، وبعد ما الدوره تنزل مش بترتاحي لا اول ولا تاني يوم، ممكن الالم ده يقعد معاكي اكتر من 3 ايام. الكلام ده معناه ان احنا لا محتاجين نكشف ونستبعد الاسباب اللي هي المقلقه. انما طول ما هو بيجيلك مدته قصيره، يا دوب قبل الدوره على طول ما تنزلك، وما بيقعدش معاكي، ما بيطولش معاكي اكتر من يوم بعد نزول الدوره، الموضوع طبيعي جدا وما تقلقيش، ومش محتاجه تكشفي، يا دوب بس محتاجه تاخدي مسكن او حاجه قويه خلال اول يوم في الدوره بس، وبعد كده مفيش اي مشاكل ان شاء الله، وما تتجوزي هتحملي ومش هيأثر على اي حاجه. طيب هل انا هفضل اتعذب كده طول حياتي، هفضل عايشه بالالم ده؟ لا خالص، كل ما بتكبري في السن الالم ده بيقل. فبالتالي ما تقلقيش، ولو ولدتي طبيعي الالم ده ممكن يختفي خالص يعني. في اخر الفيديو اتمنى ان تكونوا فهمتوا ايه هي الدوره الغير منتظمه، وايه الاسباب اللي مقلقه بالنسبه لنا، ولازم نتابع الدكتور مع دكتور عشان خاطر نتابعها، وايه هي اسباب الالم مع الدوره. واهم النقط اللي قلناها ان احنا مش بنشخص تكيسات في المبايض اقل من 18 سنه. و لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وتابعوني دايما. انا دكتوره ياسمين سعيد. باي.